السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة موجودين في التجمع الخامس لزراعة نخل برحي بنت جورة. زي ما حضراتكم شايفين الأحجام، وزي ما حضراتكم شايفين ده النخل، دي النموات الخضرية. تعالى يا أستاذ محمد. نخل برحي وبنت جورة، أحجام فيها 50 خشب وفيها 70 خشب وفيها 80 خشب، وكل نخلة معاها فسيلة واثنين وثلاثة. زي ما حضراتكم شايفين جماعة زرعوا النخلة دي والنخلة ديت وجوروا عليه. شد يا عبد الفتاح، شد يا احمد، شد. بسم الله ما شاء الله. ده المجموع الجذري. النخلة في القصرية 75. وقفوا النخلة دي في القصرية زي ما هي لسه ما طلعتش منها. ادي النموات الخضرية، وادي فسيلة، ادي اتنين، ادي تلاتة. شيل ونزل الجار. تعالى بقى يا استاذ محمد. دول بسم الله ما شاء الله شوية نخل زي ما حضرتك شايف كده. احنا بنزرع هنا في 25 نخلة بنت جورة زي ما حضراتكم شايفين. الاستاذ محمد كان سألني سؤال، حد سأله ولازم اجاوبك تاني. قلت لي انا عاوز نخل السنة الجاية يطرح واكل منه، مفيش حل قدامك تاني غير بنت جورة. طيب ماشي، هتطرح السنة الجاية؟ يبقى ما شاء الرحمن هتطرح السنة الجاية، لأن بنت الجورة كانت طرحة السنة اللي فاتت. طيب يعني مفيش حاجة فيها نسبة؟ لا مفيش فيها نسبة، مفيش أي كاني، مفيش أي مانع. طيب أنا سألت سؤال، إن قال لي يا باشمهندس أنا سألت حد من بتاع النخل قال لي لازم تزرع في شهر 3 ولازم تزرع في شهر 9. كلامه مظبوط 100%. بس لو إيه؟ لو هتزرع فساد. طب لو هزرع بنت جورة ازرع في أي وقت في السنة، أي شهر، أي ميعاد. بعد حضرتك ما شفت الفيديو ترجعه تاني كده تشوفه من الأول، بعد ما شفت المجموع الجذري اللي محكم في القصرية محتاج أرض مستديمة ينزل فيها، بعد ما شفت المجموع الجذري والنموات الخضرية ديت، تقدر تزرع في أي وقت وأنت مطمن. تقدر تتصل على الأرقام الموضحة على الصفحة، تقدر تنورنا وتشرفنا في مشتل الدولية للشتلات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واللي يسألك يا أستاذ محمد قول لي، لأن سؤالك عجبني وأنا برضه هجاوبك تاني. كل سنة وأنت طيبين.